السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما بلش بهذا الفيديو صلوا على النبي واذكروا الله. بهذا الفيديو راح نشرح شلون نحن بنعرف كلمة سر حسابنا الجيميل إذا نسيناها. نعم، حسابنا الجيميل إذا نسينا كلمة سر وكنا مسجلين دخول على حساب الجيميل هذا، فراح نعرف شلون بنعرف كلمة السر الحالية للحساب. الخطوة بسيطة جدا ومن خلال الهاتف. لتعرفوا شلون ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم من جديد. مثل ما ذكرنا راح نشرح شلون نحن بنعرف كلمة مرور أو كلمة سر حسابنا الجيميل إذا نحن نسيناها وكان هذا الحساب لساته موجود عندنا على الهاتف. حتى لو ما كان موجود شرحنا طريقة سابقة في القناة. قبل ما أتابع الشرح على الخطوة وكمل، بتمنى منكم أول شي إنه تدعموا قناتي هي لتوصل إلى 1,000,000 مشترك. نعم، أنا هدفي هلأ هو الوصول بهاي القناة إلى 1,000,000 مشترك. لهيك أخي بتمنى منك إنك تكون أنت من بين الأشخاص اللي ساعدوني للوصول إلى 1,000,000 مشترك وإلى 1,200,000 مشترك لاحقا إن شاء الله. وبتمنى أيضا منكم إنه تفعلوا زر الجرس اللي موجود أسفل هذا الفيديو. طيب، أول خطوة نحن راح نقوم فيها هي نفتح الجيميل عنا. طبعا راح نفتح الحساب يلي نحن نسينا كلمة السر تبعه. مثل ما ذكرنا لازم يكون الحساب موجود على الهاتف. لو ما كان موجود الحساب على الهاتف ونسينا كلمة السر، راح تلاقوا شرح أنا حاطه أسفل الفيديو بالوصف لأنه ما موجود الحساب. طيب، هلأ أنا هون فوق راح أكبس على صورة الحساب على اليسار أو اليمين هون. فراح يطلع لي الجيميل وتحت مكتوب إدارة حسابك على جوجل. إدارة حسابك على جوجل تحت اسم الجيميل بس عليها. هلا هون فتح لي لوحة إعدادات تحكم الجيميل. أنا فوق هون بكبس على المعلومات الشخصية، بسحب هذا الشريط على المعلومات الشخصية، بنزل وبتوجه إلى كلمة المرور. مثل ما شايفين كلمة المرور بسنا عليها. يعني هون انا هلا راح مثل ما ملاحظين طلع لي ادخل كلمة المرور لحتى انا اغير كلمة المرور. طيب، انا ما بعرف كلمة المرور، بدي اعرفها شلون. بكبس على هل نسيت كلمة المرور. هلا شوفوا الخطوة شلون. هلا راح نطلع كلمة المرور. بكبس على هل نسيت كلمة المرور. هون راح يقول لي يرجى ادخال اخر كلمة مرور كنت بتعرفها. انا لو كنت بعرف كلمة قديمة بدخلها، ولو ما كنت بعرف بحط تحت يعني أنا على تجربة طريقة أخرى. بس إذا بعرف كلمة مرور قديمة للحساب بكتبها وبحط التالي. إذا ما بعرف بكتب على تجربة طريقة أخرى. مثل ما ملاحظين هون لأنه قال لي لأنه أنت كنت مسجل دخول وموجود هذا الحساب عندك، فراح نعطيك إنه تغيير كلمة المرور. أنا بكتب كلمة مرور جديدة. بحط كلمة مرور جديدة وبكتبها تحت كمان. وبحط على حفظ كلمة المرور. أنا أنشأت كلمة مرور جديدة. طبعا هون أعطاني تم تغيير كلمة المرور. بحط أنا هون إنه متابعة تحت وهيك. يعني أنا حطيت كلمة سر جديدة وما كنت بعرف كلمة السر القديمة. بتمنى إنه يكون أفادكم وعجبكم هذا الفيديو.